سلام. اشرف عاوتاني في اشرف توكس. في هذا الفيديو هذا غادي نناقشوا واحد الموضوع اللي انا كنشوفه الصراحه اهم موضوع غادي تلقاه في اليوتيوب كامل، اهم سؤال لاي واحد يقدر يسوله، يقدر يكون غير هذا السؤال هذا المهم كاع نيتني الحياه كامله. السؤال هو علاش ما كنديروش داكشي اللي خاصنا نديرو؟ دابا غير غادي نهضر كيف ما قلت لكم اشرف توكس، ما غاديش نحاول انني ننصحكم، ولكن غادي نقول لك الشيء اللي كنعرف وغادي نهضر وصافي. هذا الموضوع هذا علاش مهم؟ بالنسبة نقدروا نقولوا للدين، عند الدين هو أهم حاجة كنشوفها أنا في الحياة. بالنسبة لأي حاجة تقدر أنك تخيل هذا الموضوع هو علاش ما كنديروش داكشي اللي خاصنا نديرو. سؤال واعر بزاف وموضوع واعر بزاف. في الفيديو هذا غادي نطيو بزاف الحوايج اللي خرجت بهم من هذا السؤال هذا وهذا الموضوع هذا اللي ما كنشوفش شي واحد الصراحه كيدوي عليه. ما عمري الصراحه ما شفت شي واحد كيهضروا، ولكن كيهضروا على الاندباط وكيهضروا على شي حاجه بحال هكا، ولكن هذا السؤال بالضبط زعما علاش غادي نهضروا عليه في هذا الفيديو هذا. نبداو. دابا حنا كاملين عارفين راسنا شنو بغينا نديرو وشنو خاص نديرو، زعما باش نوصلوا لشي حوايج حنا بغيناهم في هذه الحياه هذه. مثلا نقدروا نقولوا الفلوس، مثلا الصحه، مثلا شي روتين معين. حنا كاملين عارفين هادشي، ولكن السؤال هو علاش ما كنديروهمش؟ حنا عارفين باللي الا درناهم غادي نوصلوا لهذوك النتائج، وحتى الا ما وصلناش لهم راه غادي يكون واحد التطور. مثلا يكون عندك واحد الهدف، يقدر يكون كيف ما كان هذا الهدف عندك. نعطيو مثال زعما بالصحه، يعني الصحه زعما مهمه وغادي يحتاج اي واحد، وغادي تكون فاميليار لكلشي اللي كيتفرج. كيف ما كنت قلت في الفيديو اللي فات، خاصك دير زعما واحد الروتين وواحد العادات يوميه. نعطيو واحد الروتين معين بالنسبه للصحه. اول حاجه غادي تنعس بكري، تفيق بكري. فاش تفيق ما غاديش تحل التليفون وتسكرولي نيشان، غادي يكون عندك واحد روتين صباحي. غادي دير واحد ستريتشينغ، زعما تمارين الاطاله، دير بوش ابس ولا تجري مثلا شي 20 دقيقه. هذه بزاف كيديروها حاجه مزيانه انك تفيق ومثلا دير سبور نيشان ولا تجري. تقدر دير الميديتاسيون، التامل، تقدر تزيدها في الروتين ديالك. هاد الصحه كتكون جسديه وكتكون حتى عقليه. بالنسبه للميديتاسيون كتعطيك الصحه العقليه. من بعد انك غادي دير شي وجبه تكون صحيه، نقولوا انك تمشي للخدمه ديالك ولا تفرج في شي محتوى مزيان وتكون بروداكتيف. اهم حاجه تكون بروداكتيف، ما يكونش عندك هذوك النهارات اللي ما كدير فيهم والو، اللي كيكونوا فحال غير ضايعين. هادو ما مزيانينش كاع. من بعد تقدر مثلا تمشي لاصال ولا دير الرياضه اللي كتعجبك، ولا مثلا غير تمشي تخرج، ولكن شي حاجه تكون زعما مفيده. انا غير عطيت غير مثال انك تقدر دير بزاف الحوايج زعما اللي عندهم علاقه بالصحه، انت تقدر تختارهم. انا قلت لك واحد الروتين باش تكون عندك صحه مزيانه. السؤال واش غادي ديرو؟ واخا تقول لي غالبا ما غاديش ديرو. انا براسي نقدر نقول لك وبغيت شحال من حاجه، ولكن واش غادي ديرو 100%؟ صعيب. انا عطيتكم الجواب نيشان دابا صعيب، ولكن غادي نمشيو بالتفاصيل. قبل ما نوصلوا لهاد المرحله ديال انه صعيب، غادي نهضروا على جوج حاجات. اول حاجه هو واحد القرار. انت ما دايرش واحد القرار بينك وبين راسك انك اصلا بغيتي دير هادشي. حنا دابا هضرنا على واحد الروتين، واش اصلا درتي القرار انك ديرو؟ غتلقى تقريبا شي 10% من الناس لانهم حطوا واحد القرار ديال مثلا واحد الروتين، واحد الحاجات لانهم خاصهم يديروهم، واخا راه كلشي عارف زعما عنده شي حاجه انه خاصهم يديرها. اول حاجه خاصك تحط واحد القرار بينك وبين راسك، وقرار هو مهم بزاف. الا كان شي قرار قوي ما كاينش اللي غادي يحبسه، غدير داكشي اللي خاصك دير. لكن شي قرار قوي، هاد القرار راه مهم بزاف. ثاني حاجه هي الواي ديالك. علاش انت اصلا غادي دير هذا الشيء؟ مثلا الصحه، فاش مثلا كيطرى لك شي مشكل صحي ولا شي حاجه في هذا المثال هذا، ديك الساعه كيكون عندك واحد السبب كتقول لا، انا دابا راه خاصني ناكل مزيان، انا راه خاصني نتريني شي حاجه بحال هكا. يعني يكون عندك واحد العلاش قويه بزاف. فخاصك تعرف الواي ديالك، انك علاش دير هادشي. من احسن انك تكتبها ولا شي حاجه، تكتب القرار وتكتب حتى علاش ديالك. صراحه غير هاد جوج لعيبات هادو كيجاوبوا على هاد السؤال بواحد النسبه كبيره. ندوزو دابا للثالثه واللي اهم حاجه، علاش ما كنديروش هادشي؟ حيت كيف ما قلت صعيب. هاد السهوله هادي حيت صعيب. اي حاجه فكرتي فيها جات لك في راسك لا كانت مزيانه راه غادي تكون صعيبه. ما كايناش شي حاجه زعما انها زوينه واعره وسهله. غالبا الحاجات الزوينه والحاجات زعما العظيمه، الحاجات اللي الناس كيبغيوها كتكون صعيبه. فحنا شنو كنديرو؟ كنلتجئوا للطريق السهله.
شنو هي الطريق السهله؟ كتبقى بارك النهار كامل شاد التليفون كتسكرولي. الا جاتك شي فرصه مهمه ولا انك توجد لشي حاجه ما كديرهاش، علاش؟ حيت تكون صعيبه، فكتلتجئ انك مثلا دير شي حوايج عاديه وسهله. فهذا هو المشكل، كنلتجئوا للحاجات السهله. فمثلا اللي قلت لك دابا غادي تمشي تريني، واش غادي ديرها؟ يكون عندك واحد جوج اختيارات ديال انك تبقى شاد التليفون، ولا مثلا غادي تمشي تريني، ولا مثلا غدير واحد الوجبه مزيانه ولا شي حاجه بحال هكا. فانت شنو كتختار؟ كتختار السهله انك تبقى شاد التليفون. هذا هو الجواب زعما علاش ما كنديروش. والغريب في الامر كل لجأنا لهذيك الطريق الصعيبه الحياه غادي تكون عندنا سهل من بعد. تقدر تكون غير من بعد سيمانه، صراحه ما تقدر ماشي من سيمانه، تقدر مثلا من بعد شهر اللي كنتي ملتزم بداك الروتين. في الاول في ديك السيمانه راه غادي ترى واحد الصعوبات، غادي انت تعيا شحال من حاجه. فمن بعد واحد الشهر واحد العام من الانضباط، من داكشي اللي خاصك ديرو كديرو، غادي تحس بالحياه سهل. وفهمتي بحال داك التعب ما كيكونش من بعد، وفحال كترتاح انت اصلا في التفكير ديالك. فاش كدير داكشي السهل كيبقى يجيك واحد التفكير ديال انا راه خاصني نمشي نتريني، انا راه خاصني ناكل مزيان، انا راه خاصني نمشي مثلا نخدم. عندك واحد المشكل في التفكير ديالك، كتقول انا راه خاصني ندير هادي وشحال من حاجه، وفي نفس الوقت انك ما كديرش داكشي. فاش يكون عندك واحد جوج مشاكل، فكيفاش غادي تحبس هادشي؟ انك دير داكشي الصعيب. هو راه ماشي ساهل، راه صعيب. داكشي علاش زوين. فحنا كنخليو هادشي كامل تلجؤوا لداكشي الساهل. والمشكله مع الوقت كيجيك داكشي اكثر سهوله. دابا مثلا انك تفيق بكري كتجيك صعيبه، هذيك القدره ديالك بحال كتهبط. الحوايج بساط ما كتكونش قادر ديرهم. علاش؟ حيت انت كتبقى تختار داكشي الساهل، ما كتختارش داكشي الصعيب. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوني في هذه. والخايبه عاوتاني يكون عندك واحد القرار كيف ما قالش، يكون عندك واحد السبب وشحال من حاجه. هذاك الروتين ولا داكشي اللي خاصك ديرو مثلا يومين وتحبس، مثلا ديرو سيمانه وتحبس. هذه حتى هي خايبه بزاف. يكون فيها واحد التطور، زعما ماشي فحال اللي ما كيدير والو. ولكن الخايبه علاش؟ بحال كتحرق راسك، بحال انت كتقلق مع راسك. دير واحد الانضباط واحد اليومين ولا 3 ايام ولا سيمانه، من بعد كتحبس. فانت كيكون عندك واحد خاصك دير واحد القرار اخر، واحد السبب اخر، فهمتي؟ واحد الموتيفاسيون اخر باش تنوض. هذه خايبه. ومن الاحسن انك تبقى مكمل، واخا تكون مكمل بواحد الحاجات بسيطه، احسن ما انك دير شي حاجه واعره وتحبس ومن عاود عاوتاني تنوض. فهذه ما مزياناش ليك. وكيف ما قلت اي حاجه زوينه، اي حاجه كيبغيوها الناس كتكون صعيبه، الناس ما كيديروهاش. عندك واحد الافونتاج دابا انك ديرها وزعما تكون احسن من الناس. واخا خاصك تقارن مع راسك، زعما الناس ما كيديروهاش حيت صعيبه فانت ديرها. بحال كتكون شي حاجه منصفه ليك انك غير دير داكشي اللي صعيب اللي الناس ما كيديروش. واخا كيكونوا مشاكل بحال ما تقدر بعض المرات دير هذيك الخدمه وما تطراش لك، ولكن الا درتيها بصح ولا بقيتي مكمل راه انت مع راسك كتكون مزيان. ماشي تقارن راسك مع الناس، انت مع راسك راه كتطور. هذا الموضوع هذا واعر بزاف. غنعطيو الخلاصه ديالو دابا. الحاجه الاولى انك يكون عندك واحد القرار، من الاحسن كيف ما قلت يكون واحد القرار قوي. ثاني حاجه تعرف الواي ديالك، علاش انت غادي دير هادشي وعلاش خاص دير هادشي وعلاش غادي ديرو. ثالث حاجه هو دير داكشي الصعيب. علاش؟ حيت داكشي الصعيب وراه كيكون نجاح، وراه كيكون تطور، وراه كيكون داكشي كامل زوين انت اللي بغيتي. هادشي صراحه بسيط كيف ما هو، والجواب بسيط. واخا راه فكرت فيه بزاف هاد السؤال هذا اللي ما كنشوفش شي واحد كيهضر عليه، ولكن خاصك تطبق 100%. الخلاصه غادي تحط واحد الروتين معين كيف ما قلت في الفيديو اللي فات. خاصك واحد الروتين، من بعد غادي تحط واحد التودو ليست ديالك ديال مثلا اشنو غادي دير في النهار ولا في السيمانه ولا في الشهر. واخر حاجه انك تطبق. واخا يكون صعيب، واخا يكون ساهل، واخا ما عرف شنو. هادشي اللي كان في الفيديو. الصراحه سؤال واعر، صراحه ما سخيتش. الفيديو طويل تقريبا. شكرا لك الا كنتي تفرجتي لهاد اللحظه هادي. اتفقتي مع شي حاجه على ما اتفقتيش كتب لي في كومونتير، مرحبا. وصافي غنسالي الفيديو هنايا. ان شاء الله في الفيديو الجاي. سلام.